اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من ماستر ايجيبت السيزون الخامس لدعم المشروعات الصغيره. ماستر ايجيبت دايما معانا وفي بيتنا، كل مشروع صغير حابب ان هو ينجح ويكبر يجي وينورنا في مهرجان ماستر ايجيبت. وكان معانا منورنا الفنان عمر خورشيد. اهلا بحضرتك فناننا الجميل. اهلا وسهلا. انت منورنا النهارده في المهرجان. بنور ميرسي. طبعا لفتة حلوة من الفن ان هم بيشاركوا في مهرجانات بتدعم المشروعات الصغيرة هنا في مصر. قول لي الرسالة اللي انت جاي بيها النهاردة بقى يا فنان. بص، دلوقتي احنا عندنا في مصر مواهب كتيرة جدا، للأسف ما بتعرفش تاخد فرصتها، بس مع انتشار السوشيال ميديا ابتدى يبقى في وسيلة للناس ديت ان هي تعرض موهبتها واختراعاتها وافكارها على المجتمع العربي كله. فكون ان احنا نعمل احتفالية او مهرجان او وسيلة ان احنا نقدم الناس ديت ونكرمهم، دي حاجة كويسة جدا لان ده المستقبل بتاعنا. احنا دايما الفن بنقول ان هو رسالة، يعني فدي دايما الرسالة بتكون بقى كده المجمل بتاعها بيظهر في المهرجانات، في دعم مثلا مشاريع صغيرة ذوي الهمم، دايما بنلاقي جزء الفن نشارك فيها. مظبوط طبعا، ما لازم انت لازم تستغل حب الناس والشهرة اللي انت بتوصل لها ديت بفضل الله طبعا وبعون الله، الى ان انت مش بس بتقدم رسالة كويسة في فنك، لا ان انت بتساعد وبتشارك في حاجات تلقي عليها الضوء بوجودك ان هي تظهر ايضا للنور. فدي حاجة لازم كل فنان يعملها. هو قبل ما هو يكون فنان هو انسان، فلازم هيقدم رسالة الانسانية قبل الرسالة بتاعت الفن. بالظبط طبعا. طيب سؤال بقى الفني شوية بقى، الاعمال اللي جاية كده لحضرتك. يلا بينا. انا حاليا بصور مسلسل وادي النحل، بطولة أحمد صفوت، محمد جمعة، رانيا يوسف، خالد زكي، فريال يوسف، إيمي سالم، وعلا رامي. ولأول مرة طالعة عاملة دور مامتي، دي أول مرة حد يشوفها شبهي، أول مرة حد يشوفها شبهي فتطلع تعمل مامتي يعني، فده كويس يعني. طب والسينما؟ هو أنا لسه بيتعرض لي دلوقتي على نتفليكس فيلم ويزو سكول، وبحضر ان شاء الله للفيلم الجديد، بس يعني ربنا يوفقني ان شاء الله، لسه بحضر تحضيرات يعني بفتره ترابيزه. ان شاء الله طبعا كل التوفيق بنتمناه لحضرتك. حضرتك فنان موهوب ومن عيله فنيه، فاحنا حابين بس اخر حاجه نختم برساله لرئيس المهرجان استاذ محمد البحيري واستاذه هند البحيري، ورساله من حضرتك ليهم والمهرجان ماستر ايجيبت السيزون الخامس. طبعا اكيد استاذه هند واستاذ محمد البحيري، انا بهنيكم جدا وبدعمكم جدا وبشجعكم جدا في خطوه كبيره وجميله جدا زي ديت، لان من حق شبابنا ان هو يجد منفذ ان هو يعمل حاجه بناءه. فانا سعيد جدا ان المنفذ دوت قناه شرعيه بهذا الجمال وهذه الفخامه، وان شاء الله يبقى في اكتشاف لحاجات كتيره جدا مفيده لوطننا ومجتمعنا ومصر حبيبتنا. تحيا مصر في عيد الشرطة طبعا، وكل التحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد الشرطة، ولكل القوات المسلحة المصرية وكل أبناء الشرطة المصرية. وطبعا برضو حاجة من المهرجان دايما ماستر ايجيبت بيسلط الضوء عليها، طبعا ده كان المهرجان بعد وقف اطلاق النار لاخواتنا في فلسطين، فاحنا برضو حابين ان احنا نقول لهم رسالة برضو من خلال حضرتك من خلال المصدر نيوز ومهرجان ماستر ايجيبت. ربنا يعينكم وربنا يصبركم على ما ابتلاكم، وكل ده اختبار من الله عز وجل لينا كلنا مش ليكم لوحدكم، وان شاء الله تناموا وتصحوا وتلاقوا ارضكم اتحررت ووطنكم رجع لكم. ويعني الاحلام والدعاء مش كفايه، بس لا نملك الان غير الدعاء، وان نحلم معكم أن تعيشوا رغدا بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. أنت نورتنا فناننا الجميل عمر خورشيد، ومنور مهرجان ماستر ايجيبت، وبالتوفيق لحضرتك في كل الأعمال القادمة إن شاء الله. وشكرا لحضرتك، نورتنا في المصدر نيوز وماستر ايجيبت سيزون 5. شكرا جدا. شكرا لحضراتكم جميعا. كان معكم أسماء صبحي، المصدر نيوز.